نبدأ النقاش في 90 دقيقة أخبار مع ضيوفي. الملف الأول ثم نذهب إلى باقي الملفات. أستاذ ساعي، تحية متجددة. لا شك أو لا بد لزمن علينا أن نعرج على هذه القضايا. أولا، أنت كنت تشاهد بعض العنف ضد الأطفال في هذه اللحظة الأخيرة. استشرى بداية ما تعليقك على ما كنت تشاهده كنقيب وطني للمحامين؟ شكرا سي ياسر. اولا في المده الاخيره المجتمع نتاعنا اصبح مضطرب جدا وينتج العنف، والعنف نظن العلاج نتاعو يكمن في القيام الاسره بالدور تاعها، قيام الشارع بالدور تاعو، المدرسه كما تقوم بالدور تاعها، وبالتالي كل هذه المؤسسات عندما تقوم بالدور تاعها في التربيه يمكن التقليل من العنف. وإنما عندما يكون المجتمع مضطرب يسير بدون قيم ينتج عنه مثل هذا العنف الذي نشاهده مع الأسف. جميل. أستاذة سميرة إبراهيمي، كنت تشاهدين ما حصل في المدرسة وما حصل في تبسم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا نظن والله نشاطر الأستاذ الرأي أنه هذا مشكل العنف هو مشكل القيم في الجزائر. احنا لازم يعالج في إطار عام، التربية في الأسرة أولا، ثم بعد ذلك في المحيط أو المجتمع المدني اللي لازم يلعب دوره الآن، وأيضا بعد ذلك في وسائل الإعلام، المسجد، يعني كل هذا لازم كله يلعب دوره حتى يكون مجتمع صالح إن شاء الله. جميل. أستاذ ساعي، نبدأ النقاش معك كنقيب الوطني للمحامين حول الكثير من المواضيع مؤخرا التي خرجت للساحة عن طريق منظمتكم أو نقابتكم. أولا، بمناسبة أو بعد منتدى نقابة العاصمة نقابة باريس، خرج نقيب باريس وأشاد بالمحامين الذين رافعوا ودافعوا عن لواس المنظمة السرية. ما هو تعليقكم على هذه الإشادة التي ربما أسنلت الكثير من الحبر على صفحات الجرائد؟ بالفعل يوم السبت الفارط السفير الفرنسي دعا السادة النقباء إلى الإقامة نتاعو، وأنا ذاك تكلم نقيب منظمة المحامين لناحية باريس وأشاد بمحامي جبهة التحرير الوطني وكذلك بمحامي جبهة ما يسمى بالرواس، هي المنظمة السرية. نعم. على كل حال هذا الكلام احنا نتأسفوا عليه ومدان، لأنه لا يمكن أن نسوي بين المحامين الذين دافعوا عن مناضلي جبهة التحرير الوطني أمثال جاك فيرجاس والمحامين الذين دافعوا عن المنظمة الإجرامية الرواس التي قتلت نخب جزائرية ومئات الجزائريين وكذلك قتلت الفرنسيين. كان الكلام هذا في غير محله ولا داعي له وغير مناسب. نحن نقول بأننا لم نستصيغ مثل هذا التصريح. طيب، في طيات هذا التصريح أو على جانب هذا التصريح، محامين لاحظنا في الآونة الأخيرة ومن بينها قضية طريق السيار سابقا مرافعات لمحامين أجانب في الجزائر، فرنسيين في الجزائر، كموكلين عن متهمين. اليوم هل المحامي الفرنسي أو غيره من جنسية أجنبية يجوز له حسب القانون الجزائري فتح مكاتب في الجزائر؟ هناك فرق ما بين المرافعة، لأن هناك اتفاقية ما بين الجزائر وفرنسا، يستطيع المحامي الفرنسي أن يرافع في الجزائر. في فرق ما بين المرافعة والممارسة، يعني يفتح مكتب مهني، ويستطيع المحامي الجزائري أن يرافع في فرنسا. هذا من الناحية القانونية شيء مفروغ منه. بقات فوق فيما يتعلق بالإقامة، هل يستطيع المحامي الجزائري أن يفتح مكتب في فرنسا والعكس كذلك؟ هناك اتفاقية في هذا الشأن، لكن كاين هناك ما يسمى بالمعاملة بالمثل. حاليا المحامي الجزائري عندما يذهب إلى فرنسا أولا لازم يخضع إلى اختبار في اللغة، ثم سنتين لإعادة تأهيله مهنيا، لازم يعرف القوانين الفرنسية، يعني تربص، يديروا له تربص، تكوين جديد. لكن في المقابل أيضا نحن نطالب أيضا عندما المحامي يريد أن يفتح مكتب لازم المعاملة بالمثل، لازم يتكلم اللغة، يتعلم اللغة العربية، ما دام أن المرافعات في المحاكم والمجالس القضائية باللغة العربية، ولازم أيضا يتعلم القوانين الجزائرية اللي تختلف في كثير من الأحيان عن القوانين الفرنسية. يبقى
أن قانون المحاماة الجديد نتاعنا نص على ما يسمى بالتعاون، ولكن التعاون لا يعتبر إقامة مهنية، لأن التعاون ممكن للمحامي الجزائري أن يعقد اتفاقية تعاون مع المحامي الفرنسي في بعض القضايا، وتنتهي تلك الاتفاقية بانتهاء تلك القضايا المتعلقة بالنزاعات القضائية سواء كان في فرنسا أو الجزائر. إذا تدعو إلى المعاملة بمثل في قضية فتح مكاتب؟ نعم، فيما يتعلق بفتح مكاتب من المفروض نحن كدولة نحترم أنفسنا، ما دام أنهم خلقوا شروط غير موجودة في الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لابد من المعاملة بالمثل. جميل. طيب، من آخر القرارات أو أهم القرارات التي توصلتم إليها في منتدى بين نقابة العاصمة ونقابة باريس هو صندوق تعضدية المحامين، وكذلك ربما توحيد بعض النصوص. هل يمكن أن تفسر لنا أكثر في هذا الشق؟ في المنتدى اللي قامت به منظمة الجزائر مشكورة يتعلق بالتجربة الفرنسية فيما يتعلق بالكاربا 60 كاس. احنا في الجزائر ما عندناش، كاين مشروع على كل حال ندافع عليه فيما يتعلق بالتعاضدية. كما تعرف سي ياسر، حاليا المحامي محروم من الخدمات الاجتماعية، محروم من الرعاية الاجتماعية. المحامي عندما يصل لسن التقاعد نتاعو لا يتجاوز 20,000 دينار جزائري. لهذا رانا كاين مشروع ان شاء الله ولابد ان نوصل ليه، يتعلق بضروره خلق صندوق للمحامي فيما يتعلق بهذه، خاصه التقاعد، الرعايه الصحيه الى اخره، كما راه يوجد في فرنسا، في المغرب، في تونس، في مصر، في لبنان. وبالتالي نحن نفكر وسوف نصل الى انشاء تعاضديه راه تم انشائها راهي في وزاره العمل. بقى ما يتعلق بطريقه تمويل هذه التعاضديه من اجل الرعايه الصحيه للمحامي راهي جاريه ان شاء الله، وسوف نصل باذن الله ان شاء الله. سؤال اخير قبل ان نذهب ملف ثاني النقاش متعلق بالتكوين. تكوين المحامين اليوم يلعب او سؤال يطرح تساؤل كثير حول هذا الموضوع، خاصه المحامين الشباب صغار السن، تجدهم ربما في المحاكم، ربما أعمارهم بين 24 25 سنة، ربما تنقص بعض الخبرة. كيف ترى التكوين اليوم، تكوين المحامين؟ تكوين المحامي حاليا تكوين ضعيف جدا، وهذا ناتج عن التكوين القاعدي للجامعة. الجامعة الآن خاصة في النظام العالمي رانا نشوفهم يجيو محاميين تكوين هزيل جدا، وهذا مشكل عميق جدا. عندما نجد، وهذا غير في الجزائر، أن الطالب اللي حصل على 10 يعني أدنى طالب يروح الحقوق، بينما في الدول مثل ألمانيا لازم 14 15. 73 عندما انتميت أنا إلى الجامعة آنذاك كانوا يطلبوا باللي الطالب اللي يلتحق بكلية الحقوق لازم تكون عنده على الأقل 12 في الفلسفة، إنسان يعرف يفكر يريزوني مليح. هذا هو اللي ننتج محامي واقف على رجليه وقاضي واقف على رجليه. حاليا الجامعة تنتج لنا محامي ضعيف وتنتج لنا قاضي ضعيف مع الأسف الشديد. تكوين مهما يكون لابد من التكوين، ولكن التكوين لازم يتماشى مع الذكاء، مع التحليل. كل هذه المعطيات احنا ندعو، وبالمناسبة راني نتوجه لوزير التعليم العالي باش يفكر في النقطة هذه، لأن الحقوق هي اللي تهز مؤسسة الدولة. كي يكون الطالب الرديء اللي يدي ادنى معدل يروح للحقوق، خطره اخرى تنتج لك اطار فاشل. جميل. فاشل، لا بد من اعاده النظر في هذه المساله. نروح الموضوع الثاني للنقاش المتعلق بتطبيق حكومه الاعدام في الجزائر. تباين في الاراء بين المختصين في القانون حول الغاء عقوبه الاعدام في حق، او الغاء اعدام تنفيذ حكم الإعدام في حق مختطفي الأطفال من عدمه في ظل استفحال الظاهرة. وليد بوهراوي يفصل في هذا التقرير. الجزائريون يستيقظون على وقع نهاية مأساوية أخرى للبراءة. عماد الدين المفقود منذ قرابة الشهرين يعثر عليه داخل بئر أمام منزله. قصة طبق الأصل لقصة أنيس برجم في ميلا، وقبله شيماء، سندس، هارون وإبراهيم. الاختطاف إرهاب جديد. لا تزال آراء المختصين متباينة في تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبيه. إذا اقتضى نقدروا نوقفوا اتفاقية تاع 93 ونرجعوا لعقوبة الإعدام ولو بصفة مؤقتة، باش ربما نتخلصوا من هذا الظاهرة نتاع اختطاف الأطفال. لكن
من بعد يلزم نرجعوا لإلغاء عقوبة الإعدام، خاطر في ظني أنا عقوبة الإعدام فات وقتها. رغم استفحال الظاهرة إلا أن كبار أصحاب الجبة السوداء يرفضون تطبيق حكم الإعدام على الجنات. الإعدام هذا ليس بالجزاء أو الوسيلة التي تضع حدا للإجرام. ما نظنش أنه الذي سيقدم على الإجرام يحس بإعدام الآخر. استئصال الظاهرة التي تهدد حياة الأطفال أصبح لزاما على الدولة من خلال إيجاد آليات جديدة لتكييفها مع الواقع. أعود إلى ضيوفي في الاستوديو. سميرة إبراهيمي، شفت التقرير، قانونيون يقولون بأنه تطبيق حكم الإعدام لا ربما ينقص من الجريمة. فاروق قسنطيني قال لك ممكن نلغي الاتفاقية في شقها المتعلق بالأطفال. ضجة كبيرة لدى الرأي العام. الرأي العام في أغلب شق ربما يطالب بتنفيذ الحكم. كيف نستطيع أن نوازن بين كل هذه المتغيرات؟ أنا نظن عقوبة الإعدام لازم ناخذوها، يعني هذا الحكم في حد ذاته بالنسبة لاختطاف الأطفال، يعني بالنسبة لإرهاب الأطفال يعني هنايا مليح يعني ناخذ الظاهرة من جانبين، من جانب الضحية ومن جانب الجاني في حد ذاته. الآن الضحية أو هذا الطفل الاختطاف في حق أو الإرهاب في حق البراءة، كيفاش راح يعني نكونوا مجتمع الآن راه يعيش هذه الظاهرة الآن؟ ونقدم يعني بالمناسبة تعازينا لأسرة عماد الدين من وهران. نعم. يعني عشنا واقع يعني كل هذه الأيام وإحنا ننتظروا يعني إن شاء الله يظهر، خاصة بعد الفرج اللي كان هنا في العاصمة بعد بعد يعني عثرت عليه قوة الأمن نعم أو الدرك. لكن بعد ذلك يعني كانت الفاجعة لما وجدنا يعني عثر على الطفل هذا ميت. هذه الظاهرة ناخذوها في هذا الجانب، من جانب الطفل قلت أو الضحية. هذا الطفل كيفاش يعيش في المجتمع بأمان، كيفاش راح يتنقل في هذا المجتمع وهو كل واحد ربما ينظر له يشوفه هو جاني، فقد الثقة في المجتمع، فقد الثقة فيما حواليه. يعني طيب هذه الثقة يرجحها القصاص؟ أنا نظن هذا هو السؤال. هذا هو أنا نظن يعني في اختطاف الأطفال لازم يكون القصاص، والقصاص هو تنفيذ حكم الإعدام. ممتاز. لأنه فقط اسمح لي في هذه فقط، لأنه احنا ماشي أرحم من رب العالمين لما يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. معناتها الإنسان ربما حيكون تنفيذ حكم الإعدام في فئة معينة فقط، بعد ذلك راح يعيش المجتمع في سلام، تعيش هذه البراءة في سلام. ممتاز. أستاذ سعيد، سمعت كلام الأستاذة سميرة، تفضل. شكرا. أولا عقوبة الإعدام موجودة في القانون الجزائري، وإنما لم تنفذ منذ سنة 2000. هناك مدرستين، كاينه المدرسة على كل حال اللي تقول لك باللي في بعض الدول الأوروبية كاين العنف نتاع المجرم ما يقابلوش العنف نتاع الدولة. الدولة تنتقم تقتل واحد يعني تدير فيها نفس المستوى مع المجرم. هذه مدرسة وعندها الفلسفة نتاعها. وكاينه مدرسة أخرى تدعو إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية تاعنا موجودة، ولكن كاينه ضوابط. أولا لازم تعرف سي ياسر باللي في الشريعة الإسلامية صفح أهل الضحية يوقف الإعدام. اثنين، لابد أن تكون المحاكمة في الشريعة الإسلامية محاكمة يعني كاين دليل قطعي، يعني دليل قطعي لا يشوبه أي شك باش يكون هناك الإعدام. ولكن أنا نظن باللي حتى وتنفذ كما أسلفت تنفذ عقوبة الإعدام، هذا لا يضع حدا للجريمة، لابد من البحث. ولكن بصريح العبارة أستاذ سعيد، أتكلمنا بكل صراحة، ألا يوجد مجرمون الآن يستحقون الإعدام؟ نعم بكل صراحة. ولكن يعني خبراء في الإجرام، مدرسة في الإجرام. نعم هاني جايك يا سي ياسر. حتى ولو نفذنا الإعدام أنا ما نظنش باللي الجريمة ما تطورش. نعطيك مثال. لماذا لا تظن؟ لماذا لا تظن بأنه نعطيك مثال برك، وهذه نعم. من التجربة نتاعنا. قضية المخدرات حاليا المحاكم تصدر أحكام مرعبة قاسية. كاين واحد يلقاو عنده 4 غرام 5 غرام يديروا له 10 سنين منذ 10 سنوات، والأحكام متصاعدة، ولكن القضايا رايحة في تصاعد. يعني الردع لهنا ما جابش نتيجة. أنا في اعتقادي الردع لابد منه، ولكن لازم يتماشى. أولا لازم الظاهرة هذه ندرسوها. الناس هذا لا يخطف، لازم دراسة نفسية اجتماعية، لو بروفيل تأثير هذا لا يدير هكا.
لازم نعرفوا الاسباب عندما ناخذ بالاسباب ونعرفوا الاسباب نجبوا نحاربوا الجريمه. طيب هل هناك دراسه؟ اما الان اذا كان هناك دراسه في المجتمع الان؟ نعم هناك دراسه. ما كانش يعني لا وجود لا لدراسه ولا لتنفيذ الحكم. هاني جايك يعني احنا ورانا. هاني جايك مثلا في قانون الطفل، المؤسسات المنصوص عليها في قانون الطفل انا حضرت في المناقشه نتاعو. نعم. المحافظ السامي للطفوله راهي مفعله. مفوض. نعم مفوض مش مفعل. المفوض نعم ماهيش مفعله. اثنين، هل الجمعيات المتعلقه بالطفل راهي يعني تناضل فعلا من حقوق الطفل او نعم. تروح مثلا الولايه باش تدي من الميزانيه من البيجي؟ لابد من تفعيل المؤسسات. طيب وكي نفعلوا المؤسسات ونديروا دراسه اجتماعيه عندما نعرف الاسباب نجموا نكافح الجريمه. اما نجي قال يعني في لحظه غضب وانفعال هاو قتلوا هذه ما تأديش النتيجه. هذا ليس لحظه غضب وانفعال، هذا احكام ربما. لا على بالي هذا ما تأديش النتيجه والمجتمع ينتج عنفا فعنفا اذا لم نعرف الاسباب التي ادت الى هذه الظاهره. تفضل استاذ. استاذ لكن احنا قلنا يعني تطبيق حكم الاعدام في اختطاف الاطفال، ما قلناش في جرائم الاخرى، لانه اللي راح يعني سولت له نفسه يروح حتى للطفل حتى للبراءه ما عنده معه يعني مأذاه ما يعني ارتكب في حقه يعني حتى ادنى قال اساءه، بعد ذلك يروح يقتلوا يعني ويخلي هذه العائله محرومه مده كاين سنوات. وهنا نركز على الكلام اللي قاله الاستاذ، هل حقيقة يعني قدمنا للعدالة هؤلاء الجنات؟ كل هذه الاختطافات بعد ذلك وكأنها تؤيد مجهول، ولا فقط في بعض الحالات. هل هذا الطفل الآن عماد الدين عرفنا شكون القاتل؟ هل القاتل كاين يعني هل وصلنا إلى معرفة القاتل؟ بعد ذلك أنا لا أشاطر الأستاذ الرأي، لأنه هذا الحكم الإعدام هو رحمة يعني لهذه العائلة، ومليح كما قال الأستاذ، لكن هنايا العائلة تسمح، وأنا ما نظنش باللي كان عائلة اللي فقدت ابنها بعد هذه يعني بعد تعذيب وبعد ذلك تروح تسمح. ثانيا هذه رحمة في حق الجاني في حد ذاته، ربما لا كان، وأنا يعني هنايا يعني استغرب لكان صح هو جزائري قام بهذه الجرائم. أنا أحيانا والله واحد يظن حتى أنها غير جزائريين، لأنه الجزائري بطبعه حتى ويكون يتناول المخدرات، لكن لما تكون في البراءة والطفولة هو اللي سارع. شفنا أطفال اختطفوهم، شكون اللي كان يساعد العائلات؟ شكون يوقف معهم؟ حتى اللي يتعاطوا المخدرات. معناتها الشعب الجزائري أو الشاب الجزائري حتى ولو ضل الطريق يمكن تبقى في قلبه الرحمة. لما ما تبقاش في قلبه الرحمة لازم احنا نرحموه بعد ما يتقدم للعدالة وما يبقاش في تأنيب الضمير. شيء آخر أو من الانتقام. شيء آخر الانتقام. حتى مثلا اللي قاتل هارون وابراهيم في قسنطينة، كيف واش كانوا يطالبوا المساجين اللي قال لهم دخلوهم للسجن وحنا نتكفلوا؟ يعني هل نروحوا الى مجتمع الان ياخذ حقه بيده او مجتمع يطبق القانون؟ ممتاز. تفضل استاذ سعيد. انا مانيش سيدتي ضد تنفيذ عقوبه الاعدام. القتل ازهاق روح انسان جريمه خطيره منذ ان بدات البشريه، خاصه خطف الاطفال وقتل البراءه. ولكن انا واش قلت ان تنفيذ عقوبه وحده لا يكفي. مثلا في قضيه هارون حكمت المحكمه في قسنطينه بالاعدام، ولكن الظاهره راحت. تو دابور هذا الاختطاف لازم نعرفوا لو موبيل للناس، هذا لازم المجرم هذاك نديروا له لو بروفيل سوسيولوجيك نتاعو نعرفوا. ولكن انت تكلمت على هذه النقطه، هي نقطه مهمه جدا. قلت وانا الان اطرح عليك اشكاليه في المجتمع الحالي، انت قلت يجب ان نعرف البروفيل، نعرف حياه الشخص هذا، لماذا يختطف، لماذا يقتل، دراسه نفسيه، دراسه اجتماعيه. نعم. اليوم يا استاذ ساعي انت تعيش في مجتمع جزائري داخل 2016 لا وجود لأي دراسة اجتماعية نفسية ولا وجود لتنفيذ حكم الإعدام، يعني أنت أمام حالة تسيب. نعم. هو قلت أنا لازم المؤسسات التربية المدرسة تبدأ من الأسرة هل تقوم بدورها ولا تسيب ولادها في الشارع؟ تبدأ من المدرسة مع الأسف الشديد كنا نلاحظوا باللي المعلمة هي اللي تضرب. المدرسة تربي العنف في الجزائر؟ تنتج العنف. نعم لاحظناه، تنتج العنف. المدرسة تنتج العنف لأن يعني موش كما المعلمين تاع بكري كما راهم نشوفوا فيهم ضرب، يعني يسمحوا لي موش الأغلبية وإنما كاينة 3 شارع ينتج العنف. هل المؤسسات مغيبة؟ المؤسسات نتاع المجتمع، التنشئة الاجتماعية، مدرسة ومسجد، المساجد، حتى المساجد. وش رايك في دور المساجد؟ المساجد نعم تلعب دور، وإنما لابد تفعل أكثر، لأن الناس كما الجمعة مثلا
ينجموا في دروس وخطب حول الناس تنام في الجمعه استاذ سعيد. نعم. تنام الناس ترقد في الجمعه الخطبه. ربما، ولكن كاينين اللي يروحوا، كاينين الوعظ والارشاد. طيب فاروق سنطيني، كل هذا فاروق سنطيني قال في حصه في النهار حول اختطاف الاطفال، قال يجب على الدوله بحرف واحد على الدوله ان تعالج ظاهره الاختطاف كمعالجتها للارهاب. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ تعرف كيف عالج الدوله الارهاب؟ الارهاب هي جريمه منظمه عندها اهداف سياسيه. الاختطاف هذا كل حاله بحاله. كاين الاختطاف من اجل المال، لو كيدنابينغ ويقتل. كاين يختطف ويحصل على الفدية ويطلق، وكان اللي يختطف عندما لا يحصل على الفدية يقتل. يعني مش ارهاب جديد هذا الاختطاف. هو الاختطاف هذا موجود في الدول الاوروبيه، موجود لو كيدنابينغ هذا، والجريمه هذه موجوده، وانما تزايدت في المده الاخيره تزايد مقلق. والمعالجه نتاعها كما قلت انا، نعم لابد من ردع العداله تلعب الدور تاعها، ولكن ما يكفيش. بغير الاختطاف الاطفال وقت انت ضد تفعيل الاعدام في الاطفال، انت ضدها بكل صراحه. اسمحوا لي، بغير مانيش ضدها، دوك نقول لك لما بغير الاختطاف الاطفال، المجتمع نتاعنا حاليا راهو ينتج عنف كبير ورهيب. كاين العنف اللفظي، كاين العنف الجسدي، كاين العنف ضد المراه. اذا لازم نتساءلوا حول الاسباب التي ادت الى هذا الاضطراب الكبير في المجتمع، والذي اصبح يولد عنفا. جميل. في هذه فقط النقطة، أنا والله يعني نعاود الأستاذ الكلام، لو كنا الآن نتحدثوا على العنف في المجتمع وربما الجرائم القتل ربما راح يكون حوار آخر، لكن نتكلموا على اختطاف الأطفال. هؤلاء الأطفال لو ما يحميهمش القانون الآن، وأنا مليح يعني نعاود كلام الأستاذ أنه احنا نعالجوا النتائج، لأنه عندنا اختطاف الأطفال ثم بعد ذلك قتل الأطفال، يعني هو أيضا تعدي على حرمة الإنسان. بعد ذلك عندنا مليح ثاني نعالجوها، نعالجوا الاسباب، يعني هنا يكونوا اون باراليل، علاج الاسباب وعلاج النتائج. لكن في اطار مستعجل، شحال من حاله قتل الان، شحال من حاله اختطاف بعدها قتل، اصبحت روتينيه. ولكن هذا يعني صراحه احنا كي نتكلموا، ربما الاستاذ ما يشاطرنش راني، احنا نتكلم كأم يعني، على بالك حتى هو كأب. لا اسمح لي، أب وجد. لا الام اكثر، لانه نقول لك احيانا والله ما نقدروا نشوفوا حتى روبورتاجات ملي تبدا الحصه وحنا نبكوا مع العائله، حتى بعد ذلك ونستناو في الفرج، بعد ذلك ياتي الخبر وهو الفاجعه، هو قتل الاطفال. طيب سميرة ابراهيمي، بعد ذلك نبحث في هل نطبق او لا نطبق، لانه الوقت انتهى. سميرة ابراهيمي، ضد او مع تنفيذ حكم الاعدام بكل اشكاله، ليش الاطفال فقط؟ بالنسبه لاختطاف الاطفال، لانه في حالات اخرى انا نظن كاين اجراءات اللي لازم ناخذوها، تكون محاكمه عادله، تكون يعني التحقيق يكون شفاف من بدايه الى نهايه المحاكمه. بعد ذلك لكان ثبت الجرم انا مع تنفيذ القصاص. استاذ ساعي، نقيب المحامين الوطني. نعم، فيما يتعلق بتنفيذ عقوبه الاعدام بالنسبه للجرائم الارهابيه والجرائم التفجيرات، عندما تتوفر شروط المحاكمة العادلة وتكون لا لبس فيها واختطاف الأطراف قتلهم، نعم. وإنما قلت بأن حتى ويتنفذ حكم الإعدام هذا ما يكفيش، لا بد من معالجة الأسباب التي أدت بالمجتمع إلى إنتاج هذا العنف الكبير. النقيب الوطني للمحامين أحمد ساعي، شكرا جزيلا لك. سميرة ابراهيمي نائب المجلس الشعبي الوطني، مشكورة جدا على حضورك معنا يوم الجمعة، وجمعة مباركة.